دكتور خالد ألف مبروك، وبنهنيك على اجتيازك البرنامج النهارده في إدارة الأعمال، وبنقول لحضرتك إيه اللي أنت استفدته في دراستك لهذا البرنامج؟ والله دراستي لهذا البرنامج، انا بحكم طبيعه عملي في قطاع البترول، التكنولوجيا الحديثه كانت مهمه جدا في تطبيقها في الادارات المختلفه في الشركات. فحبينا نبين مدى تاثير تطبيق هذه التكنولوجيا الحديثه في ادارات الشركه المختلفه، واثرها ايه على اتخاذ القرار والاستدامه. وطبعا انت عارف حضرتك الدوله بتهتم اليومين دول بموضوع الغاز الطبيعي ومشاكله. فاحنا كان لنا الدور، وكان لنا الحمد لله الفضل الاسبق في الشركه عندنا، الشركه المتحده لمشتقات الغاز، في تطبيق التكنولوجيا في اداراتها المختلفه. أنت معايا إنه أي عمل أو أي مشروع كبير لابد إنه من وراء، يعني أهم أسباب نجاحه إنه يكون وراه إدارة ناجحة. ده اكيد هي الاداره. انا اعتقد في رايي انها 80 او 85% من مكون الشركه، والباقي بيجي تكنولوجيا وفنيات الساده العاملين. فمفيش مجال او مفيش اختلاف طبيعي ان الاداره لازم تكون هي على كفاءه عاليه جدا 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 لانجاح المؤسسه اللي بتكون بادارتها. عموما احنا بنهنيك النهارده وبنقول لك الف مبروك، وان شاء الله يعني تطبق على واقع عملي كل اللي انت اكتسبته في هذا البرنامج الجميل، وتكون يعني سند لمصر في اداره حديثه لمستقبل افضل ان شاء الله. كل الشكر والتقدير ليك. شكرا جزيلا.